بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور محمد الحناوي، استشاري النساء والتوليد. النهاردة هتكلم عن موضوع فقد الإحساس أو الألم في جرح القيصرية. طبعا بتعتبر العملية القيصرية إجراء جراحي حيوي وضروري لولادة بعض الأطفال بشكل آمن، ومع ذلك لا يمكن إجراؤها بدون مخاطر محتملة، كحدوث مضاعفات منها تلف الأعصاب في أسفل البطن وأعلى الفخذ. جرح القيصرية المسمى فينشتيل المشهور اللي بتعمل منه القيصريات هو أقرب لهذه الأعصاب، وممكن يصيبها بفقد الإحساس والألم في الجزء السفلي من البطن، وقلنا في منطقة الفخذ. دايما الجروح العرضية ممكن زي الفينشتيل بتعمل قطع في العصب نفسه، اللي يا قطع كامل يا قطع جزئي، يا بتعمل سحق للعصب بيتفرم تحت آلة معينة. ممكن تمدد الجرح جامد بيتمط، ممكن بيحصل كدمة حواليه، ممكن بيتكوي بالجهاز اللي هو بتاع الكهرباء اللي بنوقف بيه الدم. طبعا ممكن كمان غير القطع يتحصل ان بيحصل له حبس للعصب، يعني ان انت بتاخد وانت بتغلق الجرح بتاخد حواليه غرزة وبتحبسه كأنك بتخنق العصب بالظبط. طبعا في حاجات بتحصل للجرح تاني للعصب، ان انت ده بيبقى ضرر ثانوي، ان بيحصل التهاب حول العصب بيسبب برضو الحاجات دي، بيبقى في الأنسجة نفسها اللي حوالين العصب بتضغط عليه ما يحصل فيها تورم أو حاجة، أو العصب نفسه بيعمل ورم عصبي. غير الحاجات دي كلها ان ممكن الدورة الدموية تتأثر، ان احنا الاعصاب اللي راح العصب دي بتتقطع او حاجة، فالعصب ده بيجيله تغذية عن طريق هذه الاعصاب، فما بتجيلوش، فشفائه بيقل حتى لو كان مقطوع عشان يرجع للاول، الشفاء بيبقى قليل. حتى كمان في حالات استخدام الفورسبس او الملقط في اخراج الوليد في الولاده الطبيعيه، بيعمل ضغط من جوه على الاعصاب بتاع المثانه واعصاب المهبل. كمان النسيج الندبي اللي بيحصل، يعني النسيج نفسه عشان الشفاء بتاع الجرح هو نفسه بيتراكم وبيضغط على العصب وممكن يعمل هذه الاعراض. طب ما هي الاعصاب اللي بتهمنا في القيصرية؟ هم عصبين. العصب الأولاني بنسميه إليو إنجوينال أو العصب الحرقوفي الإربي، وده بيطلع من جدار البطن على مسافة 3.1 سنتي إنسيا يعني داخليا، و3.7 أسفل العظمة اللي بنسميها الشوكة الحرقوفية الأمامية العلوية. بعد ما بيخرج بيطلع مسار خطي وبيقف على 2.7 سنتي من الوسط، وبيبقى 1.7 سنتي 1.7 سنتي أعلى عظمة العانة. ده طبعا لما بيتأثر بيفقد الإحساس في أعلى المنطقة العانة، وفي أعلى الشفرتين الكبيرتين، وفي الفخذ من الناحية العلوية الداخلية. العصب الثاني اسمه إليو هايبوجاستريك أو العصب الحرقوفي السفلي، وده بيدخل جدار البطن على مسافة 2.1 سنتي إنسيا يعني من الداخل، وبيبقى 9 تحت الشوكة الحرقوفية الأمامية العلوية. بعد كده بياخد خط مسار خطي، وبيبقى بيخرج على مسافة 3.7 سنتي من خط الوسط، وبيبقى كمان 5.2 أعلى عظمة العانة.
طبعا ده لما بيتأثر بيعمل مشاكل في أسفل البطن وأعلى منطقة العنق. من الحاجات اللي بنقول عليها دي، بنقول ان الجروح اللي بتحصل ان الفينشتيل اللي هو هتشوف صورته موجودة بيبقى اعلى من الارتفاق العاني او عظمة العانة 3 سنتي. في جرح تاني اسمه جول كوهين بيبقى 3 سنتي فوق الفينشتيل. فالجول كوهين ده بيبقى بالطول، بيبقى احسن لو اتعمل، بيبعد عن هذه الاعصاب، بس ما نمدوش جامد في الناحية الطرفية، لان لو مدنا جامد برضه هيطول العصب، ما نعديش العضلة المستقيمة حفتها الخارجية. طب ايه هي الاعراض والعلامات بتاعتها؟ طبعا بنقول ان لما بيحصل قطع بيحصل خضر او فقد احساس، لكن لما بيحصل مشكلة في العصب او اتحبس او انضغط بيبقى فيه ألم، بيبقى فيه تنميل او حاجات من دي. فالاعراض بتاعتنا بتبقى خضر او وخز حول الجرح وبيمتد جانبي الجرح، او ألم ناري او حارق بيبقى حاد او مزمن منتظم او مستمر بيزيد مع الحركة، او ضعف في عضلات البطن، لان هو الاعصاب دي بتدي لعضلات البطن اللي بنسميها الاوبليك اللي هي بالورب وبالعرض. فبتعمل مشكلة في الامعاء كمان والمثانة والوظيفة الجنسية والحركة بشكل عام، وبتعمل كمان حساسية في اللمس، يعني لو حتى فرشة كأن في فرشة أسنان ماشية أي حاجة بتعمل حساسية لللمس. طبعا شخصها ازاي؟ طبعا تاريخ مرضي ان عاملة قيصرية، الكشف الموضعي، بنخبط على الجرح، لو الجرح في الإحساس بالألم أو التنميل أو كده يبقى المشكلة دي مشكلة ثانوية في الجرح نفسه مش في العصب الأساسي. لكن لو مسكناه وضغطنا عليه وما حصلش مشكلة خالص يبقى المشكلة في العصب الرئيسي. طبعا في ناس بيعملوا دراسة كهربائية فيزيائية بيقيسوا العصب ويشوفوه، وناس بيعملوا موجات فوق صوتية عشان يشوفوا العصب مزنوق في حتة أو في حاجة. طبعا العلاج في الحالات أكتر الحالات بالذات البسيطة اللي مفقود إحساس أو في تنميل خفيف بتخف شهر ونص، شهرين، 3 لحد 6 شهور، وغالبا ما بتسيبش أي مشاكل. احنا بنتكلم مفيش داعي للقلق وداعي الحاجة. نتكلم على الحالات بقى اللي بتطول خالص، دي بنقول ان اديها راحة، تتجنب الأنشطة اللي بتعمل لها المشكلة دي، ما تقعدش جلسة قرفصاء، ما تقعدش فترات طويلة، نهتم بالجرح من الأول عشان نمنع الكلام ده. ندي مسكنات بسيطة زي الباراسيتامول، ممكن ندي مضادات التهاب غير استرويدية زي البروفين، وممكن ندي كمان حاجة اسمها مضادات كوكس 2. في الحالات اللي بيبقى فيها التنميل او الكلام ده موجود، برضو بندي ممكن كريمات زي السينالار او ديرموفيت، دي فيها كورتيزون عشان لو في تورم او في شوية تليف في الكوع، ممكن ندي كمان الكورتيزون بالبق. في ناس كمان بيدهم لو الوجع مستمر وزايد جرعات خفيفة جدا من المخدرات التقيلة. الحالات الشديدة جدا بقى بيتعمل لها حاجة اسمها حصار العصب. حصار العصب ده ان باجي عند بالموجات فوق الصوتية اشوف العصب فين وبحقنه بنج موضعي مع كورتيزون موضعي. لو الحالة اكبر من كده بنعمل لها استئصال بترددات راديوية بنوجه عليها تدمر العصب. وفي ناس كمان ممكن يفتح يشيل او يقطع العصب نفسه. طبعا الوقاية زي ما احنا قلنا ان العمليات القيصرية تتعمل بجرح اللي هو اعلى من الفينشتير ب 3 سم، بيبقى بالطول اسمه جول كوهين، وما ندوش طرفيا اكتر من الحدود بتاعة العضلة المستقيمة للبطن. والى حلقة اخرى. أسأل الله أن يبشركم بما يسركم ويكف عنكم ما يضركم.
ويجعل العافية لباسكم، والمغفرة ستركم، والسعادة طريقكم، والجنة دارنا وداركم.